السلام عليكم. النهارده هعمل لكم بسكوت العيد بالماكينه. اركني بقى اي وصفه اتفرجت عليها قبل كده وتعالى اقول لك ازاي تعمليه بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها بعينيكم دي، وازاي تطلعوه زي الجاهز ويمكن احلى كمان. واهم حاجه في الوصفه ان احنا نظبط المقادير صح. هنعمل النهارده بسكوت النشادر بالماكينه بنكهه البرتقال، وتعالى اوريك هو ازاي كان بيقرمش وكان بيدوب في البق. يعني لو ما حسيتش بقرمشته وبيدوب ما عملتش بسكوت بالطريقه الصح. فداية عادي، نص البسكوت وقع مفيش مشكله، احنا اللي عاملينه. لا لو هقيمه هديله 12 ونص من 10. خد يا ماما دوقي كده وقولي لي ايه رايك بالامانه وبرجوله. الرحيم. لا ما شاء الله، الله جميل. ولا عشان خاطر انا اللي عامله؟ جميل والله، تسلم ايدك يا ابني. ثانك يو بنك مصر. امي ماشي عليك. شوف ده كيلو دقيق، يعني انا اخدت كيلو دقيق طلع معايا تقريبا 2 كيلو ونص. وفي البدايه وقبل اي حاجه هتصلوا على النبي وتعالى نقول بسم الله. اول حاجه بالنسبه للمكونات هنحتاج كيلو دقيق فاخر اللي هو بيكون بتاع الحلويات، 320 جرام سكر بودره، ولو ما عندكيش ميزانه 2 كوب ونص، 335 جرام من السمنة الباردة تكون بدرجة حرارة التلاجة، ولو مش حابة تستخدمي السمنة فممكن تستخدمي زبدة عادي، بس أنا بحبها بطعم السمنة أكتر بتكون جامدة. هنحتاج 80 جرام من الحليب، 10 جرام بيكنج باودر أو معلقة كبيرة، 4 حبات من البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، 10 جرام نشادر بما يعادل معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة صغيرة فانيليا، و25 جرام من بودرة البرتقال اللي هي التانك بما يعادل 2 معلقة كبيرة، وهنحتاج معلقة كبيرة من نكهة البرتقال. وخد بقى التركايه اللي محدش هيقولك عليها نهائي، ب5 جنيه ريحة سمنة بلدي من عند أي عطار. أول حاجة هنعملها هنجيب ال10 جرام نشادر وننزل بيهم في أي طبق كده، وعليهم ال80 جرام الدافيين من الحليب ونديهم تقليبة. هنحس إن هما فاروا كده عادي مفيش مشكلة. هتتأكد بس إنك دوبتهم كويس مع بعض وهتسيبهم على جنب. وهتجيب الكيلو الدقيق بتاعنا وهتحط عليه البيكنج باودر وبأي معلقة أو مضرب، وهتديهم تقليبة في السريع لحد ما تتأكد إن المكونات امتزجت مع بعض كويس، وهنحطه على جنب لحد ما يجي وقته. هنزل بالسمنة الباردة بتاعتي واللي هي بالمناسبة بتكون بدرجة حرارة التلاجة، يعني لسه طالعة من التلاجة حالا. عليها على طول هنزل بالسكر البودرة بتاعي، وهبدأ كده أجيب المضرب الكهربائي بتاعي وهبدأ أخفق المكونات مع بعض. وأول ما أبدأ كده هتبقى السرعة هادية لحد ما أتأكد إن السكر البودرة اختفى تماما. هعلي المضرب بتاعي على أعلى سرعة فيه وهخفق من 10 ل15 دقيقة، وده بيختلف من مضرب للتاني على حسب قوة المضرب. وعادي احنا ممكن نستخدم المضرب اليدوي بس هيحتاج مننا وقت أطول شوية، يمكن هيكون أكتر من نص ساعة. بعد تقريبا ربع ساعة هيوصل معاكم للقوام الكريمي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده اللي احنا هنكون محتاجينه. هنلم العجينة على بعضها كده وننزل عليها بمعلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هننزل بالبيض بتاعنا، بس هننزل بيه بالتدريج، يعني هننزل بيه بكل بيضة لوحدها. هتنزل بأول بيضة وهتجيب المضرب بتاعك وهتشتغل فيها كده ضرب لحد ما تبدأ تروح البيضة خالص أو تختفي، يعني تتأكد إن البيضة امتزجت مع الخليط تماما. هنجيب البيضة التانية وزي ما عملنا في البيضة الأولى هنعمل في البيضة التانية، هنخلطها مع الخليط لحد ما نتأكد إن هي اختفت تماما وامتزجت، لحد ما نخلص ال4 بيضات بنفس الطريقة دي كده. بعد كده هتجيب ال25 جرام من بودرة التانك اللي هو بطعم البرتقال وهتنزل بيها على الخليط، عليهم على طول معلقة كبيرة من نكهة البرتقال. وطبعا ما تنساش المكون السحري بتاعنا ب5 جنيه أو معلقة كبيرة من ريحة السمنة البلدي. بعد ما نزلنا من المكونات دي كلها هنخلطها كويس أوي مع بعض لحد ما نتأكد إن المكونات كلها امتزجت مع بعض. وبالمناسبة ما تغلطوش غلطتي، ويا ريت تعملوا في حاجة أغوط من كده، لأن أنا بهدلت السيراميك زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ولا 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 بعد كده لميت الخليط على بعضه كده وكان كريمي جدا معايا. وهنا جه وقت الحليب على النشادر اللي احنا كنا قلبناهم على بعض وسبناهم على جنب. هننزل بيهم بس مش هننزل بيهم كلهم مرة واحدة، هننزل بالتدريج مع الخفق المستمر بالمضرب زي ما انتوا شايفين قدامكم كده بالظبط، لحد ما نتأكد ان هما امتزجوا كويس مع الخليط بتاعنا. بعد كده هنحط رشة من الملح على الدقيق او تقريبا كده ربع معلقة صغيرة،
وهكون حاطط الدقيق جنبي وايدي فيها مضرب وايد تانية شغالة بمعلقة او بطبق او بكوباية. هنزل بالدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر بالمضرب لحد ما تحس ان المضرب ما عادش ماشي في الدقيق. هنبطل المضرب، وكده بالمناسبة احنا ما عدناش محتاجينه خالص. هننزل بكل كمية الدقيق بتاعتنا في البولة وهنديله تقليبة كده، مش عجين، البسكوت ما بيتعجنش خالص عشان ما يتكتمش، احنا بس هنلمه من تحت لفوق بالطريقة دي كده لحد ما نتأكد ان هو خلاص بقى كل العجينة واحد. وهنتأكد منين ان العجينة بتاعتنا تمام ومظبوطة؟ اما تضغط عليها بايدك كده وتحس انك قادر تتحكم فيها وفي نفس الوقت ناعمة في ايدك كده. هتغطي عليها وتسيبها بالظبط 5 دقايق ترتاح. بعد ال5 دقايق هتجيب الماكينة بتاعتك وهتربطها كويس وهتبدأ تشتغل عليها. وانا بعتذر ان الصورة ما كانتش واضحة في الكادر ده، بس والله غصب عني الصورة عملت مني بلور من غير ما اخد بالي خالص، وما اخدتش بالي منها غير وقت المونتاج. المهم ان احنا هنكون جايبين صينية ومش دهنينها زيت خالص، لان كمية الدهون اللي موجودة في العجينة كفاية خالص ان هي ما تخليهاش تلزق. وبيكون في كذا شكل، فاحنا هنختار الشكل اللي احنا حابينه او الشكل المناسب لينا وهنشتغل بيه لحد ما نخلص الكمية كلها. ودي كانت أول صينية أنا خلصتها معايا بالشكل ده كده. أهم خطوة قبل ما تدخل البسكويت الفرن تكون مسخن الفرن مسبقا أو مسخنه قبلها ب10 دقايق على الأقل. وطريقة التسوية على درجة حرارة 180 من فوق وتحت هتاخد بالظبط معاك تقريبا 10 دقايق. وخطوة تشغيل الفرن قبلها إن هو يكون سخن ده هتساعدك كتير. دي كانت أول صينية استوت معايا، وزي ما بقول لحضراتكم ما بتاخدش أكتر من 10 دقايق تقريبا. شوفوا أول ما أخدت اللون الذهبي الجميل ده أنا طفيت عليها على طول. وفي الخطوة دي أول ما تاخد لون ذهبي جميل زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط هنطلع الصينية ونحط غيرها على طول. وما تستناش لأكتر من كده، لأن البسكوت بطبعه بيكون رقيق شوية وما بيستحملش زي المعجنات، فممكن يتحرق منك. وزي ما قلتلكوا في أول الفيديو تقريبا الكمية دي أو الكيلو من الدقيق عمل معايا 2 كيلو ونص او يمكن اكتر كمان. وبس، ودي كانت نهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في رعاية الله.